هتجنن. يا اهلا بيكم يا جماعه، وحلقه جديده منتجات مصريه بجوده عالميه. معانا طبعا زي ما انتم شفتوا مولز، اللي هي المنتجات اللي احنا شفناها. عندنا عيش الباجيت، وده بيبقى عيش كده معمول يعني له طريقه خبز خاصه. ودي البيتزا، بيتزا الفراخ. وعندنا الاسبانيش باي اللي هي دي. وعندنا اللي هي الباي التانية اللي هي بالاوليفز والزيتون يعني والجبنة الفيتا. هنجرب كل حاجة ونشوف يعني رأينا ايه في الموضوع. نبتدي مثلا بالجبنة الفيتا. هو في بيبقى ايه، في عبوة قطع صغيرة اللي هي اللي انا جبت منها الزيتون والجبنة الفيتا، وفي العبوة اللي هي بتبقى فيها الباي الكبيرة دي اللي هي بتاعت الاسبانيش. في من دي كبيرة وفي من دي صغيرة، وفي منهم برضو بالشوكولاتة، بس انا ايه ما باكلش سكريات يعني الصراحة، فقلت نجرب الحوادق. بسم الله الرحمن الرحيم. هي العجينة هشة عاملة زي الباف باستري. الباف باستري دي برضو نوع من العجائن بيستخدموها في الحلويات وفي الحوادق برضو زي الباي دي. بتبقى موجودة العجينة دي لوحدها، بتتباع برضو لوحدها. هي حلوة. الحشو يمكن مش كتير شوية، والجبنة الفيتا طعمها مش واضح، الزيتون هو اللي واضح. طيب هنجرب بقى فطيرة السبانخ، وانا برضو من عشاق السبانخ. الناس اللي بتحب السبانخ طبعا تعمل لايك. هي دي ممتازة. ممكن على فكرة الكبيرة من دي تكون حلوة، يكون يعني نسبة العجين للحشو يكون مظبوط، بس دي جميلة اوي. طيب نخش بقى على البيتزا. والبيتزا انا ايه يعني مش عارف، البيتزا اللي هي الجاهزة دي او اللي هي المثلجة يعني مش من عشاقها انا يعني. بس دي حلوة، طعمها حلو، الفراخ تتبيلتها حلوة. طبعا العجينة اللي هي بتاعت البيتزا المجمدة طبعا مختلفة تماما عن البيتزا الفريش يعني، فدي حاجة ودي حاجة يعني، مينفعش نقارنها بالبيتزا العادية. بس عامة كبيتزا مجمدة حلوة ممتازة، عجبتني. طيب عيش الباجيت ده اللي هو بيبقى كده الرغيف طويل طبعا زي ما شفتوه كده في الانترو، بس انا قطعته يعني عشان مش هاكل الرغيف كله، انا هاكل الاكل ده كله ايه لوحدي. هو كرانشي طبعا من بره، محمر قوي، يمكن عشان انا عامله مش عارف، انا عامله في الفرن، بس حلو. من جوه هش طبعا ممتاز، بس يعتبر قريب قوي على فكرة بالنسبة بيتباع المخابز بيتباع في المخابز الكبيرة، قريب يعني ممكن نقول 80%. طبعا عشان التجميد وكده بيأثر طبعا على يعني طريقة الطبخ. طبعا هما بيطبخوا في فرن كبير، انا طبخ في فرن صغير، التجميد بيأثر. نجرب كده ايه، نعملها كده لقمة صغيرة. نجرب اخد بس قطمة كده في السريع. في معانا بقى ايه، شفتوه انتوا برضو، وادي فود ده زيتون مهروس اسود مفروم بالزعتر. ده ايه، ده اختراع الصراحة، اختراع يعني. انا جربته طبعا قبل الفيديو، الحاجات دي كلها اول مرة اجربها في الفيديو. ده برجر، بس ده برجر من بورسعيد، من واحد هنا بتاع جزارة اسمه نظيم، الناس اللي في بورسعيد. البرجر بتاعه الصراحة ممتاز، وعنده سجق فراخ برضو، دول انا جربتهم حاجة ممتازة. فانا هعمل البرجر معاه معلقة زيتون بس، ونقول بسم الله. A few moments later. العيش عشان ناشف مش نافع كسندوتش. الرغيف بيتهرس، هو ممكن يتقطع شرايح، هو اصله ايه قريب من التوست، فممكن يتقطع شرايح كده صغيرة ويتعمل كده مثلا ايه توست، ممكن تحط عليه تعمله بقى بأي حاجة بقى انت بتحبها. A few moments later.
التوم عادي، انا برضو من عشاق التوم، بس يعني معلب بطريقة ايه سهل ان انت تضيفه. التوم طبعا له فوائد صحية رهيبة جدا، فممكن نضيفه يعني على جميع انواع الاكل بتاعتنا. الثوم انا بحب الثوم الصراحه، يعني في ناس عشان موضوع الريحه بيتضايقوا منه، بس هو له فوائد عظيمه. ثانيه واحده افتح الطحينه وارجع لكم تاني. A few moments later. وفتحنا برطمان الطحينه، فممكن نحط ايه دي طحينه جاهزه بقى من الرشيد الميزان، بدل ما ايه الواحد يقعد بقى يعمل طحينه وبتاع. فممكن نقوم ايه ناكلها مع السجق الفراخ. الواحد كان جعان وهو بيحضر الفيديو ده. طيب اجمالا كده الفيديو، عندنا البيتزا الفراخ من مولز ممتازة، عجينة السبانخ من مولز ممتازة، الزيتون والجبنة الفيتا حلو، ممكن تكون الكبيرة بتاعتها احلى، بس انا قلت اجرب الكبيرة والصغيرة، وفي منها بالشوكولاتة زي ما قلت لكم انا مباكلش سكريات. ده توم مهروس والزيتون المفروم اللي بالزعتر، وفي منه بالشطة، بس انا ما جربتش اللي بالشطة. طيب ناخد اخر بقى حاجة عشان نحلي. ممكن عندنا في طحينة عم عرفة دي برضو، الطحينة دي ممتازة برضو ورخيصة، سعرها ممتاز. ممكن ناخد مثلا الكريمة تشيز مع عسل. هنا ناخد بقى منتجات ايه تانية، ده عسل الغابة. نجرب، ممكن نعمل لقمة كده سريعة، كريمة تشيز على العيش الباجيت، ونحط عليها شوية عسل. حلو الميكس ده، كريمة تشيز بالعسل. بس زي ما قلت لكم ممكن نقطع العيش الباجيت ترنشات كده مدورة صغيرة زي التوست، تحط عليها الكريمة تشيز والعسل وتاكل، هتبقى اسهل. لان زي ما انت شايف ايه، او زي ما انتوا شايفين يعني في معاناة في القطم بتاعت الرغيف عشان ناشف قوي من بره. لو حد برضو بيتفرج عنده فكرة يقول لي ازاي الرغيف بيتطرى من بره، ممكن يكون عايز يبان حاجة بيساوي بطريقة معينة برضو ايه، مش عارف يعني. في نهاية الفيديو احب اشكركم جدا لكل اللي شاف الفيديو ده، وعندنا مسابقة جميلة جدا. لو الفيديو وصل ل100 ألف مشاهدة في خلال شهر من تاريخ ما رفعته، لأن أنا ممكن أتأخر في رفعه شوية، هيبقى عندنا جايزة 1000 جنيه لأي حد هيعمل كومنت. هنعمل قرعة على الكومنتات اللي موجودة لما الفيديو يوصل 100 ألف على اليوتيوب، ملناش دعوة بالفيسبوك. فالفيديو لو وصل 100 ألف على اليوتيوب في جايزة لواحد من الكومنتات 1000 جنيه. لو عايز يتصور وعشان نأكد الموضوع ماشي. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان المجهود اللي اتبذل في الفيديو ده كبير، واشوفكم على خير.